المكونات اللي انا هديها لك دي بيستخدموها في اغلى التونرات. بتعمل ايه؟ بتطول الشعر جدا وبتساعد على كثافه الشعر. ابعدي عن الصلع الوراثي، انا هنا ما بتكلمش في الصلع الوراثي، انا هنا بتكلم في حد شعره كان تمام وابتدى ينزل كتير. طب هنصلي على سيدنا النبي الاول ونقول ايه هي مكوناتنا. هتجيبي معلقه حلبه وتغسليها كويس قوي، حته وحشه بس فوائدها احلى، ومعلقه حبه البركه، وكمان اديني 4 أو 5 اوراق من ورق اللورا، ويبقى كتر خيرك قوي لو هو فريش. ما عندكيش فريش استخدمي المجفف. وهتضيفي كمان معلقه من بذور الكتان ومعلقه من الشاي الاسود، الشاي الاسود بتاعنا اللي احنا بنشربه بتاع الكيفه ده. شايفه المكونات دي؟ ضيفي لي عليها كوبايه ميه كبيره، ولو يفضل تكون ميه مفلتره. هتضيفي كل المكونات ديت على النار وتسيبيها على نار هاديه لحد ما ناخد خلاصه كل المكونات. المكونات دي تساعد على تطوير الشعر بشكل ملحوظ، هتطول شعرك وهتزيد من كثافته. هتسيبيها منقوعه لتاني يوم. صفي المكونات وحطيها في بخاخ واستخدميها تونر على شعرك مع التدليك لمده 3 دقائق. النتائج بتبان بعد اسبوعين، وعايزه اقول لك نتائج رهيبه وتطويل شعر اكتر من 8 سنتي في الاسبوعين دول. بس يا جميله خلصتي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.